3 نظريات ضربت كبرياء الإنسان. هل تعلم أن هناك 3 نظريات غيرت نظرة الإنسان لنفسه بشكل جذري؟ النظرية الأولى. النظرية الأولى تأتي من نيكولاس كوبرنيكوس في القرن السادس عشر، مشيرا إلى أن الأرض ليست مركز الكون، بل تدور حول الشمس مع باقي الكواكب. هذه النظرية كانت ضربة قاسية للكبرياء البشري، إذ أزالت الإنسان من مركز الكون. نأتي إلى النظرية الثانية، كانت نظرية التطور لداروين في القرن التاسع عشر. داروين بيّن أن الإنسان ليس مخلوقا فريدا خلق بصورة منفصلة، بل هو نتيجة تطور طويل ومعقد. هذه النظرية قللت من التفرد البشري، وجعلتنا ندرك أننا جزء من سلسلة طويلة من التطور. نأتي إلى النظرية الثالثة والأخيرة، كانت هي الضربة الأقصى على البشرية. جاءت من الطبيب النفسي سيغموند فرويد، مؤسس علم النفس التحليلي. فرويد قال إن العقل البشري ليس مسيطرا بشكل كامل على أفعاله وأفكاره، بل هو محكوم بشكل كبير بالعقل اللاواعي. هذا يعني أن كثير من سلوكياتنا ودوافعنا تأتي من مصادر خفية داخل عقلنا، وليست من قرارات واعية. طبعا هذه النظريات الثلاث من كوبرنيكوس وداروين وفرويد زعزعت كبرياء الإنسان، وجعلتنا ندرك أننا جزء صغير من هذا الكون العظيم.